انا امام ده ما شفتوش الا مع الزمالك، ما جاش مع الاهلي، حتى فرصه الحاجات اللي هو بيعملها مش قد كده، مش ربعه بتاع الزمالك. لا، لو راح المنتخب ما اعتقدش ان هو يلعب اصلا. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. هنعمل مقارنه سريعه من تشكيله الاهلي والزمالك. جاهز؟ جاهز. محمد الشناوي ولا مهدي سليمان؟ اعتقد الشناوي، لان الشناوي لا يعلى عليه بصراحه. هو اخر فتره مش احسن حاجه، بس لا يعلى عليه يعني. طب شوبير ولا مهدي سليمان؟ لا، شوبير. شوبير في فورمه حلوه بصراحه. محمد هاني ولا عمر جابر؟ ولا ده ولا ده بصراحه، الاثنين اوحش من بعض. اقول لك بس يعني خلينا في محمد هاني. هو ايوه لسه ناشئ 30 سنه، بس لسه ناشئ، بس هو يعني على الله. ياسر ابراهيم ولا الونش؟ لا، انا بالنسبه لي الونش بصراحه. هو مش في فورمته، بس الونش. محمد اسماعيل ولا ياسين مرعي؟ لا، ياسين مرعي مش احسن حاجه، بس هو ياسين مرعي انا بفضله بصراحه. طب ايه رايك في محمد اسماعيل كمدافع للزمالك؟ يعني هو يلعب جنب حسام كويس وجنب الونش برضه، بس هو دكه احسن يعني. بالعمري ولا متضايق؟ هما الاثنين كويسين، بس ولا ده ولا ده فتوح. فتوح. فتوح بصراحه. مروان عطيه ولا محمد شحاته؟ مروان عطيه ولا شحاته؟ هقول لك. بص، هما الاثنين في فورمه كويس قوي، ومحمد شحاته لعيب كويس بصراحه، بس ومروان، بس انا اميل لشحاته بصراحه. انت كزملكاوي؟ ايوه، اميل لشحاته. محمد السيد ولا بن رمضان؟ لا، بن رمضان. بن رمضان بصراحه، انا بحب لعب بن رمضان. عبد الله السعيد ولا امام عاشور؟ لا لا، عبد الله ده في حته تانية، مستواه حلو ومستواه وحش، ده في حته تانية يعني، مش عايز اقول كلمه بس هو عبد الله. عبد الله احسن من امام. انا امام ده ما شفتوش الا مع الزمالك، ما جاش مع الاهلي، حتى فرصه الحاجات اللي هو بيعملها مش قد كده، مش ربعه بتاع الزمالك. امام انت مطالب بحاجات كتير قوي مع الاهلي وبيلعب حر، لكن في الزمالك كان مقيد بحاجات معينه وكان بيأديها في احسن شكل بصراحه. انا اقول عبد الله. خوان بزيرة ولا زيزو؟ هما الاثنين في حته صعبه بصراحه، بس انا كوقت حالي هو زيزو مش احسن حاجه. احنا شفناه مع المنتخب بس كويس، لكن خلينا في اخوان. هو بس ناقصه حاجات بسيطه، ان هو يجيب اجوان اكتر، يبقى اجابه على الجون، ويبقى في حته تانية بصراحه. بس هما الاثنين واحد قد الاثنين 9 من 10 مثلا. هتختار مين فيهم؟ ما بقول لك بقى، انا زملكاوي دلوقتي، ماليش دعوه بزيزو. خلينا في اخوان بزيرة. شيكو بنزا ولا تريزيجيه؟ لا، تريزيجيه طبعا. تريزيجيه. شيكو بنزا مش بيعمل فروقات بسيطه، بس هو تريزيجيه. الراجل لسه مكسبكم ماتش بيراميدز برضه لا، مش احسن حاجه. انا شايفه ان هو مستواه لا ما يتقارنش بتريزيجيه طبعا. مروان عثمان ولا ناصر منسي؟ لا، ده ناصر منسي، ده خارب الدنيا معانا يا راجل، انت بتهزر، ده الاسطوره. لا، ناصر منسي. لو راح المنتخب يلعب على مين؟ لا، لو راح المنتخب ما اعتقدش ان هو يلعب اصلا، بس احنا محتاجين حد في المركز ده. يعني مصطفى محمد مش في احسن حالاته، ما اعتقدش ان هو يلعب. انا بالنسبه لي تريزيجيه يلعب، مرموش يلعب، بس ما استحاله يقعد مرموش يعني عشان يلعب ناصر. مين هياخد الدوري السنه دي؟ لا، هو الزمالك طبعا. وش يا باشا، انسى. انت بتلعب بلعيبه، جايب تطلع لعيبه ناشئين، ومفيش قيد، وفي ازمات، واللعيبه رجاله الله اكبر يعني، مش عايزين نحسدهم، بس هم يعني 100 100 بصراحه. يعني الاربع ماتشات جايين هتكسبهم؟ بص، هو احنا لو تعادلنا مع الاهلي واهلي يكسب بيراميدز، يبقى كرم من عند ربنا بصراحه، بس مش عايزين حاجه تاني، او بيراميدز يكسب اهلي كده يعني. واحنا كسبنا الاهلي، دي حاجه طبعا هي صعبه بالنسبه للعيبه دي، بس مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه بعيده عن ربنا بصراحه. جاي يقع في اخر ماتش تعادل، ولا جابوا الجون الاخير مش فاكر، كسب 2-1، ففي الدقيقه حاجه 90، فانت ما تضمنوش. هو ده اللي مخوفني منه بصراحه، عشان كده بقول لك اتعادل، بس ربنا يستر يعني.